السلام عليكم. النهارده هنعمل اسكالوب بانيه، احلى اسكالوب بانيه وبطريقه سهله وبسيطه خالص، من غير الطبقه الخارجيه ما تخرج وتقع وتبقى شكلها مش لطيف. لا، هتبقى ثابته تماما وطري ومستوي من جوه. بصوا، هو اسمه اسكالوب بانيه بس القطعيه بتاعتي اسمها بوفتيك، وهو مشهور بالبوفتيك. فانا هنا عندي قطعيه البوفتيك، سمكها بيبقى رفيع كده. لو السمك بتاعها مش رفيع كده، هاتي الشاكوش بتاع اللحمه وروحي دقه بيه الناحيه الخشنه مش الناعمه، علشان ما تتقطعش معاكي وتبقى حلوه. هنا عندي دي بصلايه كبيره مفرومه مع قرن فلفل، مفرومه ناعم جدا جدا لدرجه ان هي نزلت الميه بتاعتها. هنا برضو دي طماطم مفرومه برضو كويس قوي. دي التوابل بتاعتي هكتبها لكم. عندي لبن رايب، زبادي، لبن حليب، اي حاجه من المطريات دي هتطري لي اللحمه وتبقى حلوه قوي. فالمتوفر حطيه. انا كنت حاطه لبن، فانت لو عندك لبن رايب اي حاجه زبادي هيبقى تمام قوي. في الوصفه دي حطيت البصل والطماطم التوابل بتاعتي. عندي كمان جنزبيل فريش، بحب ان انا ابشر منه كده حبه، بيبقى حلو قوي الجنزبيل. لو ما عندكيش فريش حطي بودر. نزلت باللبن او الزبادي او اي حاجه او الرايب، اي حاجه بتبقى خطيره جدا جدا في الوصفه دي. هي هدفها هنا ان هي بس تطري لي الانسجه بتاعه اللحمه وتخليها لي طريه خالص كده. فدي خطوه مهمه جدا لازم نضيفها يعني. هننزل بقى بشرايح البفتيك معايا، ننزل كلها كده في التتبيله ونغرقها كده، ننزل بشريحه شريحه عشان كلها تشرب من التتبيله لحد ما الكميه بتاعتي كلها تخلص. بصوا، كانت تتبيله قمر، وكانت ملحها مظبوط جدا وحلوة قوي. فجربوها وخطيرة بجد، خطيرة وسهلة خالص، مش محتاجة اي صعوبة ولا افتكاسات ولا اللي تقولك الطبقة الخارجية بتقع من على البفتيك ولا الكلام ده كله. لا، بتبقى ثابتة وبتبقى حلوة قوي. فاعملوها بطريقتي هتبقى خطيرة بجد. هنا بقى هسيبها بقى، يعني سيبوها على قد ما تقدروا. انا سبتها حوالي 6 7 ساعات كده، فكانت حلوة قوي ممتازة. يعني لو هتبيتوها ليلة تمام. انا كنت عاملاها من بدري وسبتها 6 7 ساعات كده، كان 7 ساعات. هبدأ بقى ان انا هنا اطلعها من التتبيلة. هي خلاص بقى اتبلت حلو، خلاص انا هطلعها. مش هنفضها وامسحها كده، لا، انا هطلعها بس من التتبيلة الزيادة. هنا بقى عندي بيضتين وفلفل اسود ومكس مكس كده، وبعد كده هنزل بقى بالبفتيك. البفتيك انا ما نزلتش من عليه الطبقه الخارجيه ومسحتها تماما، انا بس طلعتها من الزياده بتاعه التتبيله ونزلتها تاني بالباقي، البصل والطماطم والتتبيله كلها. ما مسحتهاش بقى. والناس اللي بتقعد تمسح عشان الكفر اللي بره يمسك على قطعة اللحمة ذات نفسها، لا، انا ما عملتش كده خالص. انا بس طلعتها من الزيادة اللي انتوا شفتوها في الطبق بس كده. عندي هنا بقى فيجيتار حار، وعندي دقيق وبقسماط ريتش باك. ده كان حلو قوي ان هو بيبقى فاتح والفيجيتار فاتح والدقيق فاتح، فهيطلع لي القطع ذات نفسها لونها ذهبي، غير ما استخدم بقسماط غامق. بعد كده ايه، القطعة تبقى غامقة وما تبقاش ذهبي كده وحلوة. فكل ما الكفر خليتيه فاتح من البداية هيبقى فاتح معاكي برضو بعد ما يستوي. بس هنا بقى ابتديت ان انا احطه كده في الميكس اللي احنا عملناه. بس لازم ادوس كويس قوي على القطعة، كل قطعة لازم تدوسي جامد عليها من كل النواحي. لازم نضغط عليها كويس قوي علشان ما تفكش وما يحصلش فيها اي حاجة. الضغطة دي هي سبب من اسباب ان هو ما يفكش معاكي جوه الزيت او بره او بعد ما يبرد، لا، يفضل متماسك تماما. هنا بقى عندي طاسة على النار، حط فيها زيت. هو زيت مش غزير، يعني الزيت يغطي الطبقة بس، وهي اصلا يعني شريحة رفيعة خالص، فيعني زيت مش كتير. اول ما الزيت يسخن هروح نازلة بيه بالبفتيك شريحة شريحة كده، علشان الزيت حرارته ما تقلش معايا، والبفتيك ان هو يبتدي ان هو ايه، يشرب معايا زيت ويبقى مش لطيف. 4 5 دقايق على كل ناحية، وابتدي ان انا اقلب، ما اقلبش فيه كل شوية علشان الطبقة ما تفكش من بره. لا، هو لازم كل ناحية تاخد لها من حوالي 4 دقايق او 5 دقايق كاملين على نار وسط، مش عالية قوي عشان ما ياخدش لون بسرعة ومن جوه ما يكونش مستوي. لا، احنا هنخليه على نار وسط كده علشان يبقى حلو من جوه ومن بره. هنا بقى خلصت الكمية كلها وكان لونه ذهبي وخطير، وهي قطعة واحدة بالكفر بكله، مفيش حاجة بتقع خالص. هنعمل شوية مكرونة بقى وايت صوص في حتة تانية عالمية بجد. انا يعني المكرونه الوايت صوص دي يعني احب المكرونات الى قلبي.
فانتي عايزة تعملي بقى مكرونة وايت صوص، مكرونة بقوطة، مكرونة محمرة، شوية رز مع شوية طحينة، شوية رز مع شوية ملوخية، فيبقى اي حاجة جنب الاسكالوب بانيه هتبقى تحفة تحفة تحفة. عندي لبن ومعلقتين من الدقيق وعلبة كريمة، معلقتين كده كبار حلوين قوي زبدة، والتوابل بتاعتي، وعندي فصين 2 توم وجبنة موتزاريلا. التوابل بتاعتي ملح فلفل اسود وواحدة مرقة، بس كده. هنا بقى حطيت الزبدة وهنزل عليها بالثوم، علشان انا عايزة ريحة الثوم تطلع، الثوم ما يتحمرش خالص، هو بس ريحته تطلع. هشوح معاهم معلقتين الدقيق، يعني اخليهم ياخدوا لون كده ذهبي. الدقيق مع الثوم بيبقى في حتة عالمية. على طول هنزل بالحليب، هنزل بالحليب وهقلب على طول، ما استناش ايدي في الخليط على طول. هنزل هنا بقى بعلبة الكريمة، بس هي كانت متلجة شوية، فان هي تبدأ تسيح عادي معايا في الخليط، مش هيحصل اي حاجة. بصوا، احلى مكرونة وايت صوص تاكلوها والله العظيم، حرفيا مش ناقصها غير يعني جمبري وتبقى خطيرة. انا بحب اوي المكرونة دي بالجمبري، لان انا بحط فيها توم وشبت، فبتبقى تحفة اوي بالجمبري. بس يعني عامة انا بحبها برضو لوحديها كده، بتبقى لطيفة. الثوم والشبت دولت منكهات، ممكن تشيليهم عادي خالص، انا عادي بحطهم ساعات، ساعات بشيلهم، فبتبقى حلوة قوي. كنت حطيت الجبنة بس هي ما اتصورتش، بعد كده هو نزلت بالمكرونة. هبدأ ان انا اقلب على طول كده. بصوا، عالمية الشبت والثوم، بيدوها نكهة خطيرة. ممكن زي ما قلتلك تشيليهم خالص، هي بس منكهات. لو عندك بقى حتتين جمبري كده يا سلام، يا لو في حتة تانية. بصوا بقى، المكرونة بتاعتي كانت جوسي، والجبنة كانت عاملة شغلها الصراحة، وكانت تحفة قوي. بتتقطع في منتهى السهولة، وكريسبي من بره، وطرية جدا جدا من جوه، واللبن كمان مطر الأنسجة بتاعة اللحمة، فخطيرة. حطيتها كده بقى على شوية مكرونة وايت صوص، في حتة تانية دي بالثوم والشبت. عايزة من غير المنكهات دي براحتك تماما. وألف هنا وشفا على قلوبكم.